ازاي تكون واثق من نفسك؟ في فرق كبير بين انك تبان واثق من نفسك وانك بتبقى بتصنع الثقة. الناس بتحس وبتلقط اللي مش طبيعي. طيب ازاي تبان واثق من نفسك بجد من غير ما تتصنع؟ واحد، تبقى ثابت في وقفتك، ما تهزش رجلك ولا تكتف ايديك، افرد جسمك وابقى واقف كأنك مالي مكانك. رقم اتنين، بص في عين اللي قدامك، مش بحلقة، لكن تواصل بصري يحسس اللي قدامك انك حاضر ومتزن. ثلاثة، ابتسامة بسيطة، مش لازم تبقى فرحان، لكن الابتسامة بتفتح الطريق لأي تواصل. رقم أربعة، اتكلم بالراحة، اللي بيتكلم بسرعة وبيبرر كتير بيبقى شكله مش واثق من نفسه. الهدوء في الصوت بيساوي قوة. خمسة، ما تتصنعش، كن على طبيعتك، الناس بتحب اللي على طبيعته حتى لو في عيوب بسيطة. الثقة مش إنك تكون كامل، الثقة إنك تكون مرتاح مع اللي أنت عليه. أنا دكتور محمد علي، ودلوقتي أنت عرفت إزاي تبان واثق من نفسك من غير تمثيل. استنوني في الحلقة اللي جاية من سلسلة المهارات النفسية الاجتماعية، وما تنساش تعملوا لايك ومشاركة وتكتبوا لي أي تعليق لو في أي استفسار.